مش سهل أبدًا إن شخص يقرر فجأة إنه ينهي حياته على الرغم من إن في حاجات كتير حلوة في الدنيا تستحق إن هي تتعاش. في أكتر من 720,000 شخص بينتحروا سنويًا على مستوى العالم، والمحزن أكتر إن الانتحار هو تالت سبب من أسباب الوفاة للشباب من عمر 15 ل29 سنة، على الرغم من إن سن الشباب هو السن اللي بيكون للشخص كيان مستقل وبتبقى عنده أحلام وطموحات كتير. الانتحار ملوش سن ولا ليه قاعدة معينة، يعني ممكن يحصل فجأة، ممكن يكون ليه خطة مترتبة قبل كده. كمان الانتحار ما بيفرقش ما بين الراجل والست، بالعكس في العالم الغربي نسبة الانتحار عند الرجالة بتكون أعلى من الستات، وكمان للأسف بيستخدموا وسائل عنيفة أكتر في الانتحار عموما. وعلى الرغم من إن الوداع بيكون مؤلم جدا، لكن الحياة بتكون بالنسبة للشخص كمان مؤلمة جدا، وبيفضل الشخص في طول الوقت في حالة من الصراع المستمر لحد ما يقرر فجأة إن لازم ينهي حياته. في عوامل خطر مختلفة ممكن تخلي الشخص ينتحر. أول عامل وهي الأمراض النفسية الشديدة زي الاكتئاب الشديد. تاني سبب ممكن يكون الأمراض الجسدية المزمنة أو المميتة. تالت سبب ممكن يكون التنمر أو الابتزاز الإلكتروني. كمان الشخصيات المتهورة أو المندفعة بتكون أكثر عرضة للانتحار. ممكن كمان يكون وفاة حد قريب، الطلاق أو البطالة أو الأزمات المادية. كمان إدمان المخدرات والكحول بيكونوا سبب قوي من أسباب الانتحار. طيب إيه هي الأمراض النفسية المرتبطة بالانتحار؟ أول سبب من أسباب الانتحار عموما هو بيكون دايما الاكتئاب. ممكن كمان يكون اضطراب ثنائي القطب، الفصام لأنه بيأثر على التفكير والإدراك، اضطراب القلق العام، نوبات الهلع. ممكن كمان صدمات الطفولة وخصوصا المرتبطة باعتداءات جسدية أو اعتداءات جنسية من القرايب أو من الأب والأم عموما. وزي ما في عوامل خطر في كمان عوامل حماية. أول عامل وأهم عامل من عوامل الحماية هو التواصل المستمر مع الأهل والأصحاب. تاني حاجة ممكن الشخص يعملها أو من اللي حواليه إنه يساعده الشخص إن هو يقوي ثقته بنفسه. تالت حاجة إن هو يدرب نفسه على مهارات حل المشكلات وإن إزاي يقدر يتعامل معاها. كمان المعتقدات الدينية والثقافية اللي بتأكد على أهمية الحياة وبتشجع الشخص على التواصل مع الآخرين. كمان أهم نقطة وهي تواصل الشخص فورا مع شخص متخصص في العلاج النفسي. ده هيساعده إن هو يتخلص من الأعراض ويشوف إيه بالظبط العلاج المناسب لحالته، هل هو محتاج علاج نفسي أو محتاج علاج دوائي أو الاتنين مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.